بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمة من تبع هداه إلى يوم الدين. على نمط التحكيم المصري، الكاف يختار حكام أساءوا للأهلي سابقا. حكام تعمدوا خسارة الأهلي في مباراة عديدة، آخرها الأهلي خسر مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك بسبب الحكم اللي عينوه النادي الأهلي، الحكم الليبي. ده ظلم الأهلي في مباراة السوبر، وساهم بشكل كبير في تعادل الزمالك في هذه المباراة، وخسر الأهلي بركلات الترجيح. لكن ربك كبير عادل حكيم. الحكم اختبروه من كذا يوم، فشل في الاختبارات، استبعدوه. أهم شيء في الرياضة دلوقتي حاجة اسمها سوء الأخلاق وقلة الأدب. دي طالعة من مدرسة الفن والهندسة في الزمالك. لما مدير فني خارج من الزمالك وجهازه الفني في مباراة في الدرجة التانية يعتدوا بالضرب وكل أنواع الأشياء السيئة في الأخلاق. وللأسف رئيس النادي ده سيء، أكبر واحد سيء الأخلاق في مصر، بس يكون رئيس النادي ده اسمه نادي جي كلاب. اعتدوا على نادي القناطر الخيرية بالضرب في مباراة عادية، مباراة عادية يعني، تكسب تخسر تعادل، هما تعادلوا يعني عامة، يعني التعادل مش خسارة. ايه اللي يخلوهم يعتدوا على الفريق؟ الجهاز الفني للأسف من مدرسة الزمالك إبراهيم صلاح وجهاز الفني اعتدوا على الجهاز الفني نادي القناطر. تم عمل محضر في الشرطة، لكن نادي جي كلاب عشان يحفظ ماء الوجه وموضوع ما يتطورش، عقلوا الجهاز الفني بالكامل. هو دي نتيجة سوء الأخلاق. اما نشوف بقى مين تاني اللي هيعينه مدير فني، هتلاقي تبع الزمالك برضه، مفيش حد عينه الا زملكاوي. مش عارف انا ايه حكاية الزمالك دي، ماشيين من الأسوأ للأسوأ.